سلطات الهجرة وشرطة الهجرة الآن باستطاعتها الوصول للبيانات الشخصية المتعلقة بمستخدمي برنامج الميديكيد في أمريكا. إذن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الممثلة بمراكز الرعاية الطبية وقعت اتفاق مع سلطات الهجرة أو وزارة الأمن الداخلي بالأحرى بخصوص هذا الموضوع. الآن باستطاعة شرطة الهجرة أو سلطات الهجرة من الوصول لهذه المعلومات عن بعد فقط وليس تحميل هذه البيانات. البيانات هي معلومات شخصية تتعلق بالاسم، بتاريخ الميلاد، بالعنوان والعرق للمستخدم، لا بيانات صحية يتم استخدامها. الآن هذا خرق طبعا خصوصية مستخدمي البرامج الطبية في المجال الصحي في أمريكا، لكن هذه الاتفاقية وقعت. الآن يسمح لسلطات الهجرة بالوصول لهذه المعلومات في أوقات العمل الرسمي من 9 صباحا حتى 5 مساء لمدة تقل عن شهرين حتى 9/9/2025. الهدف المعلن هو الوصول للمهاجرين غير الشرعيين المسجلين ومستخدمي الميديكير. طبعا المهاجر غير الشرعي الذي لا يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، لا يحمل إقامة، لا يحق له أصلا التسجيل في الميديكيد، لكن هناك برنامج يسمى Emergency Medicaid، هو برنامج تأمين صحي يغطي الحالات التي تدخل الطوارئ. في الولايات المتحدة كل إنسان يدخل الطوارئ يعالج حتى لو ما كان معه تأمين، والإمرجنسي ميديكيد يغطي هذه التكاليف. الآن يريدون الوصول لهذه المعلومات. الآن في أكثر من 20 ولاية رفعت دعوى قضائية ضد هذا الاتفاق الذي يسمح بالوصول إلى معلومات شخصية في برنامج الميديكيد لوقف هذا الموضوع، لأنه في تجاوز على الحرية الشخصية والمعلومات الشخصية للمستخدمين. أيضا يحرم الكثير من الوصول إلى التغطية الطبية أو الرعاية الطبية بسبب الخوف من الوصول، طبعا وصول دائرة الهجرة أو شرطة الهجرة لهؤلاء الأشخاص. إذن هذا تجاوز على الخصوصية لمستخدمي الميديكيد. الوصول لمعلومات خاصة في المجال الصحي كانت أصلا محمية بقوانين صارمة تمنع وصول أي شخص لمعلومات طبية أو معلومات شخصية في النظام الطبي الأمريكي.